مساء الخير عليكم حبايبي. ما تيجوا نعمل مع بعض وصفة حلوة قوي وسهلة جدا، وهنعملها مع بعض بالبتنجان. طبعا اللي ما بيحبش البتنجان هيحبها جدا في الوصفة دي. الأكلة دي بتنفع معاكي في الفطار وتنفع معاكي للعشاء، ولو أطفالك ما بيحبوش البتنجان لا الأكلة دي هتخليهم يحبوه. ما تيجوا بينا كده نسمي الله ونشوف نعمل ايه كده مع بعض. بس أهم حاجة ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة لأول مرة تشوفيني علشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا كده نبدأ ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معايا بتنجانيه، طبعا حسب الحجم اللي انت عايزاه، اذا كنت عايزه 2 او واحده اللي انت عايزاه. اول حاجه بنجيبها معانا نقطعها معانا كده زي ما انتم شايفينها مكعبات صغيره، عشان طبعا تستوي معايا على طول، تبقى جميله جدا. بعد ما قطعتها معايا مكعبات بجيب معايا طبق وافضيها فيه زي ما انتم شايفين كده. تاني حاجه في وصفه النهارده معانا بصلايه حجم وسط، نمسكها طبعا نقطعها معانا قطع صغيره زي ما انتم شايفينها كده، عشان طبعا الاطفال اللي ما بيحبوش البصل ما يبقاش باين معانا. اهم حاجه نقطع معانا البصل قطع صغيره عشان الاطفال. بعد كده نجيب معانا 4 طماطمات، نمسكهم برضو نقطعهم معانا قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. ولو انت مش حباها قطع صغيره ممكن تضربها في قلب الخلاط، ده برضو حسب راحتك، او لو عندك مبشره وبشريهم برضو، ده برضو حسب راحتك انت. تجيبي بقى معانا طبق ونفضيهم فيه. بعد كده نجيب معانا قرنين فلفل حار، طبعا الوصفه دي بتحب الفلفل الحار، لو انت طبعا مش حابه الحار ده حاجه ترجع لك برضو عشان حسب اطفالك. نقطعهم برضو قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. نجيب بقى بعد كده معانا طبق ونفضوهم فيه. بعد كده بجيب معايا فصين توم واقطعهم كده قطع صغيره، انعمهم خالص على قد ما اقدر عشان برضو ما يبقاش باين معانا في قلب الوصفه عشان الاطفال اللي موجودين معانا. بعد كده بقى بقوم جايه معايا بالطاسه، انزل عليها بحوالي 4 معالق من الزيت، اسيبهم لغايه ما يسخنوا معانا، واقوم نازله على طول مع بالبتنجان عليهم، اقلبهم تقليبه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بنزل عليهم بشويه فلفل اسمر وشويه ملح، بس انا لقيتهم لسه عايزين زيت كمان، قمت حاطه كمان ضايفه معلقه. نزلت طبعا معاكم بالفلفل الاسمر وملح زي ما انتم شايفين كده. بديلهم تقليبه بقى تقليبه بسيطه كده، وبعد كده بغطي عليهم وبهدي عليهم النار، اسيبهم لحد ما يتم السوا بتاعهم معايا. بعد كده بجيب معايا طبق، وطبعا اطلع البتنجانه برده زي ما انتم شايفينها كده، طلعتها وصفيتها خالص معاكم اهوت من الزيت. طبعا الطاسه كان فيها لسه نقطه زيت صغير، حطيت كمان ضفت معلقه زيت كمان وكبيت عليها البصل. هديله برده تقليبه خفيفه كده يا دوبك ياخد لون خفيف كده وريحه حلوه، بس ريحه البصل تطلع معانا. بعد ما ريحه البصل بتطلع معانا بنزل عليهم على طول بفصين الثوم، يا دوبك برده ياخدوا تقليبه كده بسيطه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده انزل عليهم بقرنين الفلفل الحار، واديلهم برده تقليبه كده بسيطه لحد برده ما ريحتهم بتطلع معانا. بعد كده بقى بقوم جايبه معايا الطماطم ونازله عليهم على طول بالطماطم. بعد ما نزلنا بالطماطم على طول اديناها تقليبه كده زي ما انتم شايفينها، بغطي عليها بقى واسيبها لحد ما تتسبك خالص كده مع بعضها. بعد الطماطم ما بتتسبك معانا بهرس طبعا فيها خالص زي ما انتم شايفينها لحد ما تبقى ناعمه خالص معاكي كده زي ما انت شايفاه. بنزل بقى على طول بالبهارات اللي موجوده عندك. انا نزلت فلفل اسمر وشويه ملح، ونزلت وراهم على طول بمعلقتين كده من صويا الصوص. شوف انا جايه بوريها لكم، قلت برضو عشان ما انساهاش، نزلت بمعلقه حلوه كده من صويا الصوص، بتديها بصراحه طعم جميل جدا وبتخليها حاجه تانية وريحتها بقى. نزلت طبعا معاكم على طول بالبتنجانه. بعد ما نزلنا بالبتنجانه على طول بنديها تقليبه سريعه كده زي ما انتم شايفين، غطيت عليها يا دوبك بس تاخد وتدي كده مع الطماطم. بعد كده جبت معايا بيضتين قلبتهم بشعره فلفل اسمر وشويه ملح، ونزلت على طول على البتنجانه يا دوبك بس قلبت تقليبه خفيفه كده بالمعلقه علشان بس انزل البيض حاجه خفيف. غطيت عليها لحد ما البيض استوى شويه. انزل على طول بقى بشويه جبنه موزاريلا كده بقى والتكات والحركات بتاعتك، يا دوبك اغطي عليها لحد ما تاخد المطه الحلوه بتاعتنا كده، ونشوفها بقى كده مع بعض في اخر الفيديو. ده كده خلاص شكلها الاخير بعد ما خلصت معايا تحفه بصراحه، شكلها جميل جدا جدا جدا، والله طعمها حكايه. انا يا دوبك بقى قطعت كده حتتين، ما لحقتش حتى اقطع منها حاجه، لقيت العيال يعني مش قادره اقول لكم خدوها ازاي، الشكل عليه تحفه تحفه تحفه. شايفين المطه بتاعت الجبنه عامله ازاي؟ دي كده اخر حاجه معايا في قلب الوصفه بتاعت النهارده. اتمنى ان انتوا تجربوها كده وتقولوا لي ايه رايكم فيها، واتمنى ان انتوا يعني تشجعوني شويه والاشتراكات معايا تزيد شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Audio Jungle.